منتظرين الأستاذ مصطفى بكري. هدى عاطف، شابة، فتاة مصرية عندها 17 سنة، ولكن يبدو أن هدى عاطف نبغة الحقيقة بالنسبة للسن ده، يعني من طالبات المدارس، تلميذة في الثانوية العامة ابتكرت 3 نظريات رياضية جديدة. على كل حال المسؤولين في وزارة التعليم هل احتضنوها؟ هل دعموها؟ هل احتووها؟ هنشوف في هذا التقرير مع ياسمين دنانة. هدى شكشك عمري 17 سنة. كنت بحب الرياضة، بدأ الحب عندي من وأنا عندي 10 سنين. دايما كانت يعني بتاخد وقت أكتر من المادة التانية، كنت بحب أبحث فيها أكتر وأتعمق فيها. هدى ورغم صغر سنها قدرت تسجل 5 نظريات باسمها في فروع الهندسة والرياضيات. أنا جت الفكرة وكنت عايزة أجيب النسبة بين الكرة الداخلية الهرم والكرة الخارجية الهرم، فكانت ديت قعدت معايا حوالي شهر بحث وكده عشان اعرف اطلعها. كان الصعب فيها ازاي ادخل جوه الهرم وادخل اجيب شريحه من جواه علشان اعرف اثباتها عليه جوه. كانت هي يعني اصعب واحده. كنت بدخل على النت ويعني بشوف الحاجه اللي انا عايزاها، وكنت احيانا بستعين بكتب المدرسه وكده والمعلومات اللي عندي. طالبة الثانوية العامة وقفت وناقشت نظرياتها، ولكن البيروقراطية وقفت قدام حلمها. هي بطبعها بتقعد تفكر كده وتطلع النظريات دي. عملت النظرية الثانية والثالثة، فلما تمت دول سجلناهم في وزارة الثقافة في حق المؤلف. وبعد كده عملت النظريات الثلاثة التانيين، الاثنين التانيين سجلناهم برضو. وبعدين رحنا وزارة التربية والتعليم. أنا كنت سعيدة في الأول إن عملت حاجة، بس لما رحت في الوزارة جالي إحباط. يعني قلت له انت تشوف حضرتك ايه اللي ممكن تكافئه زي دي مثلا، بنت زي دي. فقال لي طب احنا ممكن نعمل لها شهاده تقدير وننشر لها الابحاث بتاعتها على النت. فقلت له طب وهننشر على النت امتى والموقع ايه وكده؟ قال لي لا احنا عايزين النسخه اللي هي تتغير فيها الاجزاء. قلت له عايز تعمل ايه؟ قال لي هشيل الاسم بتاع الشكشك اللي هو اصلا النظريات عليه، ودعت بتاريخ كذا برقم كذا هنشيلها. قلت له يبقى انت كده ما انصفش البنت، ده انت كده يعني قضيت عليها. هدى زي كتير من البنات اللي في سنها من البيت للمدرسة، من المدرسة للبيت، ليها أحلام وطموحات. أنا نفسي أبقى مهندسة معمارية، بس بعد اللي شفته يعني في البلد دوت إن مفيش حد بيتبنى، كله بيحاول يدفن أي موهبة طالعة. ما أعتقدش إن ده كويس للمستقبل. مصطلحات ومعادلات صعب على كتير مننا فهمها، بس صاحبة ال17 سنة هدى شكشك قدرت تفهمها وكمان أضافت ليها. يا ترى هل هنشوف هدى عالمة كبيرة في مصر، ولا هنفضل في بلدنا نصدر خبرات ولادنا لبره؟ ياسمين دنانة، برنامج مصر الجديدة مع معتز دمرداش. هدى شكشك موهبة مصرية شابة فذة، لازم الناس تقدم لها الدعم وتحتويها، لأن هم دول الأجيال بتاعت المستقبل اللي هيبنوا مصر الجديدة إن شاء الله. إيه رأيكم لو أخدكم في البساتين؟